الفيزا بتاعتي منتهيه ومش عاملين لي اقامه. كل ما اطلب ان انا اعمل اقامه لازم اطلع بره البلد، واحنا عندنا كان ماتشات وكده، لا خليك كده. فيزتك خلصت يا حبيبي. الفيزا خلصت. والقانون في الكويت ان شاء الله يعني بصراحه يعني عاملين شغل كويس جدا والله العظيم. ماشي. الفيزا لما خلصت خلصانه بقى لها بتاع اسبوعين. يا صلاة النبي. ودي فيها خلاص هي فيها ايه خلاص؟ يعني ابعاد. على فكره عايز اقول لك على حاجه، هي اصلا اي فيزا بتاعت حد هو قاعد في اي بلد في الدنيا هتطبق عليه القانون. واحنا بنطبق القانون هنا في مصر بحذافيره، ما بنهزرش. وانا ما اعرفش حاجه عن ذمه النادي. ويقول لي لازم تطلع بره البلد ومش عارف ايه والكلام ده كله. طب اطلع بره البلد ازاي؟ مطلوب القبض عليا في المطار. رحت المطار واتكلم ونتفاوض ونتكلم ازاي، طب هطلع ازاي مش عارف ايه، طب في غرامه اتدفعت اللي هي على ايام التاخير والكلام ده كله. راح دفعها لي وقال لي لازم تسافر اليوم ومش عارف، حاجزين لي تذكره الساعه 4 الفجر. ماشي. دفعوا لك غرامه التاخير 250 دينار. ما فيش مشكله دي، انا مش خايف من دي. امال خايف من ايه؟ ادخل المطار يمسكوني. دخلت المطار. دخلت المطار حجزوا لي، بس ركز، حجزوا لي تذكره الساعه 4 الفجر عشان تلحق تخرج والغرامه مدفوعه صح كده؟ ادخل الساعه 4 الفجر. لا الغرامه دفعت الساعه 12، ادخل 4 الفجر. هم ده مش الهدف من كده. الهدف جاي لك فيه. ادخل الساعه 4 الفجر. في 5 ثواني تك تك حبس. بتضحك والله العظيم. انا بعد عديت بحاجات بجد يعني انا مصدوم. اتقبض عليك؟ اتقبض على طول. كلبوش. انت بتضحك. والله العظيم زي ما بكلمك، والله العظيم زي ما بكلمك يا ابني. وانا قلت لحد الاوراق معايا الاوراق عايز تعرضها للمشاهدين، اعرضها لك دلوقتي حالا والله. مش انا مختوم هي على لا يا حبيبي. لا خلاص. لا بقى انا انت فرحان بايه؟ مش فرحان، انا مصدوم. انا اول مره اتحط في موقف زي ده. ولولا حظي ان انا مظبط مع استاذ علي عباس المحامي بتاعي استاذ محمد الركباني، ان انا واصحابي هناك وقفوا معايا وقفه غير طبيعيه. كويس. ومستنيني بره المطار. ادخل لو التليفون اتقفل بعد 5 دقايق اعرفوا ان الحقوني. اتقفل تليفونك بعد 5 دقايق. وانا داخل ما اتختمتش الباسبور، واخديني كده يمين تك 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 لاصحابي اتقبض عليا. بعت على طول. خدوا التليفون، اتفضل. عاملوني احسن معامله صراحه والله العظيم. يعني انا بشكرهم. يعني مباحث الجنايه في المطار بصراحه بشكرهم جدا، اتعاملوا معايا احسن معامله، ويعني فهموا الموضوع. دخلت وقعدت واتكلمت وفهموا الموضوع. كلموا حد من النادي قلت لهم